ماذا لو اتولد المصارع ده في الحقبه الفلانيه، كان هيعمل ايه ساعتها؟ معايير الفيديو ده، هو مفيش معايير قوي للفيديو ده، بس انت هتفهمه والفيديو مش ازاي انا بختار ليه المصارع ده، سواء عشان الستايل بتاعه في اللعب، علشان الجيمك بتاعه، علشان الحقبه دي كانت عايزه ايه ساعتها، والجمهور ساعتها كان عامل ازاي، واهم حاجه كان هيخش مع مين عداوات، او كانت الستوري اللي ماشيه عامله ازاي. وصراحه المعايير ما مشكوك في امرها، فانا بحط كده بمزاج، بس انت تفهمه برضو مع الفيديو. واول واحد معانا جون موكسلي، دين امبروس. انسب حقبه ليه هي الاتيتيود ايرا. ليه بقى؟ هي باينه ان هي ليه، بس لازم اطول من الفيديو بتاع اليوتيوب شويه. لان الاتيتيود ايرا، انا مش عارف ابص هنا ولا ابص هنا، لان الاتيتيود ايرا كانت سداح مداح، اسلحه، كراسي، عنف، اغتصاب. واكتر حاجه ساعتها كانت تفرق مع موكسلي ان مفيش سلطه عليه في السكريبت، بالذات في الكلام. هو ما بيحبش الحوار ده. زي ما انتم عارفين ان موكس في اخر فتره ليه في الدبليو دبليو اي كان بيتعامل اوحش معامله، مش بيتهمش، هو مدين له سكريبت عيل صغيره، خد اعمل لنا كده، اعمل لنا كده وخلاص بقى، لكن هو ما بيعملش حاجه من دماغه، ما بيلعبش بالطريقه اللي هو عايزها. فالاتيتيود ايرا، متخيل دلوقتي ماتش موكسلي مثلا وميك فولي، ترابيزات وكراسي وحوار جامد قوي، حوار جامد قوي. بس الاهم اللي انا بجد هشوفه اتنين عداوه، عشان هم اتنين عمالقات جامدين جدا، هو ستون كولد ستيف اوستن والموكس. هشوفهم كده مع بعض، وبعد كده العداوه دي توديهم لراس المانيا، ويبقى احسن ماتش مثلا ايه، ماتش ممكن يبقى ايه اللي يصفي التاني يكسب. بلس ما تنسوش ان الاتيتيود ايرا كانت من الاعنف، هي الاعنف اظن، اعنف فتره في جت في الدبليو دبليو اي. فموكسلي هيطلع الوحش اللي جواه، اللي بيحب الدماء. انا ما عنديش مشكله مع الدم، مش مشكله مع الدم زياده، بس عندي مشكله مع الرجاله اللي بتقرف. I am nobody's master, got it? I don't want you here and I don't want you here. I'm stuck with you. تاني مصارع معانا هو الرينج جنرال جونتر. دلوقتي هو من احسن المصارعين في الشركه، مش من وجهه نظري يعني، هي الشركه حطها ان هو احسن مصارعين. دلوقتي ايه اللي هيحصل لو جونتر اتحط في مكانه الصحيح؟ يا رب تكونوا توقعتوها. الجولدن ايرا كان هيبقى عامل ازاي ساعتها؟ هو اصلا لحد دلوقتي بيلعب بالستايل بتاعهم، ما عندوش غير مثلا 6 7 8 حركات جونتر بيعملها، وكمان اللبس بتاعه، الكلوت بتاعه هو نفس كلوتاتهم، غالبا نفس الكلوت بتاع واحد فيهم. والله العظيم دم تقيل. ليه بقى يا ابو علوه حطيت جونتر هناك؟ لان هو ما عندوش غير 5 حركات، واسلوبه غالبا كلهم حركات قويه وجرابلينج واستسلام، وده كان ساعتها اللي بياكل هناك. رغم ان انا قوي في الجولدن ايرا. انا كنت عايز اشوف مثلا ماتش، هو مش هيحصل يعني، ممكن يحصل دلوقتي عادي عامه لو اديته الطرف الثاني من فلوس هو لسه عايش. جونتر ضد ريك فلير، لان ساعتها الجانجل بوي ريك فلير كانت الاستامنا عنده عاليه جدا، وما كانش بيتضرب. هو كان بياخد بامب على جنبه اليمين عشان ظهره اتكسر، ويقول لك انا ظهري اتكسر في الطياره، فانا كده ما بتكسرش. كنت عايز اشوف ماتش جونتر ضد ريك فلير على اي حاجه ساعتها. اظن احزام الشركات ما كانتش مهمه قوي ساعتها. المصارع اللي بعديه واللي انا خايف عليه، عشان انا احطه في حقبه ممكن تبقى قديمه شويه، فما كانش فيها التكنولوجيا والطب الحديث اللي وصل ساعتها اللي ممكن يعالجه بسرعه، هو داربي الن كنت عايز احطه في الروسلس اجريشن. ليه بقى؟ تخيل بس انا تخيلت الماتش قلت الله داربي الن سابوه راندي اورتن وميك فولي. معرفش هي الناس يعني تعرف سابوه قوي ولا لا، بس هو حرفيا اخر ماتش لعبه مات بعديها. نحط لكم لقطات من اخر ماتش هو لعبه، بيقول اخد بين كيلرز لحد عشان يلعب الماتش ويموت بعديها. قد ايه ان المينتاليتي بتاعت الراجل ده ان هو يجو اكستريم. داربي الن برضو كده زيه، ممكن اكتر شويه كمان، بس هو لسه صغير فالريكفري عنده عالي شويه. بس زمان ما كانش فيه ريكفري ولا اي حاجه، كان الطب الحديث حط بن على التعويره وهتنشف. المصارع اللي بعديه من جد من احسن المصارعين اللي شفتهم في حياتي. انا ما عصرتوش قوي يعني، بشوفه فترات كده، بس لما كل بشوفه على الشاشه بحترمه جدا وبقدره جدا، وهو سيزارو. لو انت عارف اسمه سيزارو او كلاودي كاستانيولي. سيزارو حطه في العصر ملوش، هو العصر ده ملوش اسم، معرفش جولدن ايرا قبليه بعديه. انا معلوماتي في الكوره، المنتور بتاعي مستر راسلينج ما علمنيش القدر الكفايه، بس كنت احطه في الايتيز 70s السبعينات الثمانينات. كان نفسي احطه في الستة ماشي، هو السبعينات الثمانينات. ليه؟ لان دي معلومه مهمه جدا، سيزارو بيتكلم 5 لغات. كان هيمشي معاك ايطالي، ما اعرفش ايه 5 لغات، ايطالي مثلا، فرنسي، امريكي، ياباني مثلا، عربي، تايواني. هيروح ياخد حزام هناك، ياخد حزام هناك، هياخد حزام هناك، وياخد حزام، هيروح ياخد حزام في اوروبا، هيروح ياخد حزام في اوروبا، هو ياخد حزام في امريكا الشماليه، وياخد حزام في امريكا الجنوبيه. هيخلص ويتعلم ياباني مثلا، ياخد كورس ياباني، هيروح يلعب في اليابان.
وبعيدا ان هو بيتكلم 5 لغات، بعيدا عن حوار اللغات، هو مصارع ما شاء الله عليه، ما شاء الله. ممكن يرمي واحد في الهواء كده ويرميه ويحدفه على الارض، وهو اصلا كتلته العضليه ما تبانش ان هو قوي بالقوه دي. الابر بتاع جون سينا، حطها لنا ابو حلو بالله عليك. جون سينا مش خفيف، جون سينا مش خفيف، بس مش لدرجه ان هو يعمل فيه كده. فهو ساعتها هناك في الايرا دي الاوزان تقيله شويه، فهو هيسد جامد وهيمين ايفنت كل عرض ممكن يروحوا هتلاقوا مثلا ب 60,000 حزام كده، لان هي ده عصره اللي يستحقه واللي هيقدر فيه احسن ما هو دلوقتي مع عادي مصارع عادي. بس امكانياته ساعتها، الامكانيات دي والمهارات دي ساعتها هيمين ايفنت حاجات كتير. والمصارع اللي بعديه هو هالك هوجن. هتقول لي ليه يا ابو علو هالك هوجن؟ ده مصارع مزنخ عنصري A bear! A nigger! امه. بس اقول لكم حاجه بس، شيلوا كودي رودز وحطوا مكانه هالك هوجن. شيلوا كودي رودز وحطوا مكانه هالك هوجن هو نفس الكاركتر، الامريكان دريم، الامريكان اس، الامريكان لباس. بس في حاجه واحده بس، ان هو قلب هيل في فتره في حياته. كودي لحد دلوقتي في الشركه ما قلبش هيل. المصارع اللي بعديه محمد حسان. اللي عارف واللي مش عارف. بص محمد حسان اجمد شخص في الوقت الغلط. اقول لكم بس بريف عنه. محمد حسان كان خلاص هيوصل للبيك بتاعه، هو كان عنده 24 سنه ساعتها، ولكن مش الاندر حاجات من بره هي اللي وقفت الجيمك بتاع محمد حسان وماشي محمد حسان. امريكان باش اخر عرض لمحمد حسان كان بيلعب ضد اندرتيكر، واندرتيكر خسره وما سمعناش عنه حاجه تاني. هتقول لي ليه بقى يا ابو علوه؟ اقول لك محمد حسان كان بيعمل دور مسلم عايش اللي كان بيحصل ساعتها في امريكا، الطياره رايحه فين والزو والحاجات دي. وكان في تفجيرات في لندن دي، اظن بقى كانت الطامه الكبرى بالنسبه لمحمد حسن. الشركه لم هدومك عشان انت التمثيل اللي احنا بنعمله ده بيحصل بره. فالناس صدقت بجد ان محمد حسان كان بيعمل الحاجات دي، وجاله فعلا رسائل تهديد، هنقتل عيلتك والحاجات دي. هو اصلا بعيد كل البعد عن الحاجات دي، هو اسمه محمد حسان بس، او ممكن ما يكونش اسمه اصلا، هو اسمه مش محمد حسان، هو كان اسمه ايه؟ نسيت والله. هو اصلا ولا مسلم ولا عربي. انا نسيت اقول انسب فتره محمد حسان عشان ياسر كان مأجر لي الموبايل والعده، بس هي احسن فتره ليه الفتره الحاليه اللي دبليو اي بتشوف الناس العرق بتاعهم جايب منين، سواء سيمونز وكده، وبيعملوا قصص عشان الناس تصدق، وكمان هيبقى مقبول للمجتمع الامريكي. اي نعم لحد دلوقتي مش بيحبونا، بس سامي اخذ اللقب وعادي يعني مسلم اخذ اللقب، فكفايه عنصريه بقى. He's trying to say something. His final words. I hate Nick. المصارع اللي بعد كده بري وايت. هتقول لي هنحط بري وايت فين يا ابو علوه؟ انا مش عارف احدد الحقبه اللي فيها الحوار ده حصل، بس هو ممكن حقبتين في بعض. الواحد دي يبقى عنده سوبر باورز عادي، وكانت الناس مصدقه عادي ساعتها، مش زي دلوقتي لو حد عنده سوبر باورز You are cool. فكانت في حقبه كان عندنا ناس فيها عندها سوبر باورز زي اندرتيكر، كين مولود في النار، طلع من النار، اندرتيكر بيموت ويعيش، الحانوتي بس كان بيقول دي اواخر التسعينات اول الفينات، مش عارف. انت كنت عارف ممكن تحصل عداوه ايه؟ والله العظيم العداوه دي ممكن الوايت فاميلي ضد المينستري اوف داركنس، اندرتيكر ضد بري وايت. اظن دي العداوه اللي مش هتحتاج بروموهات. ده ياخد واحده ويصلبها، والتاني هيبص لها وتطير، ويخطفوا ناس ويطلعوا بناس ويجيب ناس. فبس دي ممكن تبقى من ارعب القصص وارعب العداوات اللي ممكن تحصل في دبليو ما حصلتش غالبا. انت ما عملتش لايك. استنى الحركه دي لسه متعلمه. شيل بيو. والمصارع اللي بعد كده ايدي كينغستون بجد انا ممكن اصنفه اعنف مصارع شفته في حياتي. مش بيهتم باي حاجه تانية غير ان هو يستلذ بتعذيب المصارع اللي قدامه. اعنف بالنسبه لي من داربي ألين اللي هو عنيف على نفسه، يعني هو بيعمل حاجات بروتال في نفسه بس مش في اللي قدامه. فايدي كينغستون في الاتيتيود ايرا، عشان ساعتها كل حاجه زي ما قلنا جون موكسلي، شيل جون موكسلي حط ايدي كينغستون، ساعتها هيبقى ملائم جدا جدا جدا. ساعتها في الاتيتيود ايرا كان في حاجات ما وراء الباك ستيج ممكن يطلعوا يضربوا بعض بره، بتحصل دلوقتي في الاليت بس زمان كانت كتير. يعني ده هم اللي اخترعوا الحوار ده اصلا اظن يعني. فكان هنشوف مثلا ايدي كينغستون في سوبر ماركت مع ستون كولد. واخر مصارع معانا انا شايفه من احسن المواهب اللي شفتها في حياتي، ام جي اف. بعيدا انا بالنسبه لي ام جي اف هو سي بانك، بس الشاب مع كلامه بلس ان هو ان رينج برفورمانس احسن من سي بانك مثلا ب
700 مره. فتخيل ام جي اف في الروسيش اجريشن بالاسلوب بتاعه اللي هو عايش في الروسيش اجريشن اصلا دلوقتي، سواء يعني الشركه موافقه ولا مش موافقه، هو بيبيع، هو بيعجب الجماهير، بيقول اللي على مزاجه، بيعمل اللي على مزاجه. وكمان بحس ام جي اف ان هو واخد من طابع ريك فلير شويه، المكر والخداع، وانا عايز اكسب وخلاص، مش مهم الطريقه. اوكي كده كلب حقير، هو عارف ان هو كلب حقير، بس المهم ان ناخد انا عايزه وخلاص عشان يهودي. لو عجبك اللي احنا بنعمله ده، لايك وسبسكرايب علشان نكمل، عشان في كونتنت قوي جاي سواء مصارعه او جيمنج يعني. وفي ختام الفيديو اكيد طبعا في وانا بتكلم كده في مصارع جه في بالك وانا ما قلتلوش، فريت تكتبه تحت في الكومنتات. وبس كده، اشوف وشك بخير. شيلبيو.